فلو انت في بداية حياتك وحاسس انك تايه، حاسس انك خايف او متوتر ومش مرتاح عشان مش عارف هو اللي جاي فيه ايه، Lost. Like so fucking lost in life right now. I'm a bit lost. Lost right now. We're lost and I feel scared and I feel confused in life. يعني ضيعت 3 سنين من عمرك. دي كانت الجملة اللي اي حد بيقولها لي بنفس الثقة واليقين والسخافة والقسوة، كأنها ورقة زي اللي اتقطعت في اول الفيديو. ومش بس اتقطعت، دي كمان اترمت. كانت بتتقال لي عشان وقتها انا كنت بحول من الكلية اللي كنت بدرس فيها بعد 3 سنين دراسة لكلية تانية. وقتها انا كنت لسه 20 سنة، كنت صغير وتايه ومحتار، والحاجات كانت بتبان في عيني اكبر مما هي عليه في الحقيقة. فكانت جمل زي دي بتخوفني جدا او كانت بتحيرني. هو انا كده ضيعت 3 سنين ولا انا كده هبقى انقذت كل العمر اللي جاي؟ في حاجة اسمها حكمة السلالم. الحكمة دي هي الحكمة اللي بتجيلك بعد ما تخلص خناقة او مشادة كلامية مع حد وتخرج وانت مروح ماشي ونازل على السلم تفتكر رد حلو قوي كان ممكن تقوله وكان هيفرق معاك. وانا حكمة السلالم جات لي بعد ما صورت الفيديو بيومين وانا لسه راجع من الشغل بشرب شاي وحسيت ان انا هموت واقول لك، فهزود الحاجتين اللي انا كنت عايز اقولهم. انا وقت ما كنت بسمع سؤال ضيعت 3 سنين من عمرك، انا ما كنتش عارف الاجابه وقتها، بس فيما بعد عرفت الاجابه، ومتاكد انك بعد ما تسمع تفاصيل الحكايه هتشوف ان عندي حق اجاوب السؤال بالشكل ده. والحكايه ان كنت طول عمري طالب شاطر، ابتدائي اعدادي ثانوي، لدرجه ان في ثانيه ثانوي لما جبت 97% بس اهلي اتخضوا واتصدموا لانهم كانوا متخيلين اني هجيب 100% مش اقل من كده. بطبيعه الحال كانوا عايزيني اطلع دكتور، اما بالنسبه لي انا فانا ما كنتش عارف انا عايز اطلع ايه بالظبط، بس انا كنت ميال لحاجات زي اعلام، سياسه واقتصاد بدون ما اعرف عنهم كتير. بنهايه ثانويه عامه جبت مجموع يدخلني طب بيطري. اهلي كانوا شايفين برضو ان انت لازم تطلع دكتور، فهتدخل طب بيطري، ده مصير معروف ومستقبل مفهوم وانت رايح لحاجه احنا فاهمينها. انما السياسه والاقتصاد انت هتطلع منها ايه؟ سفير، وعشان تبقى سفير محتاج حاجات كتير قوي مش مجرد انك تروح تدرس في الكليه. ولاني كنت صغير وقتها فانا كنت تايه، انا مش عارف لسه الحياه هتقابلني بايه، مش عارف هو انا ممكن اروح او اتمسك بالحاجه اللي انا عايزها لحد فين. سمعت كلام اهلي ودخلت كليه طب بيطري وانا بصراحه ما كنتش مبسوط، مش عارف اذاكر، مش عارف اركز، ولقيتني مع الوقت اصلا بتحول من الطالب اللي كان متعود ان هو طالب شاطر لطالب فاشل، بخسر حتى الكواليتيز اللي انا كنت متصور وجودها عندي. كنت بسيب الدراسه وابتدي اركز بقى مع حاجات تانية، اللي هو اروح مجله الكليه اكتب مقالات اهاجم فيها الدكاتره واللي بيعملوه وتصرفاتهم اللي كانت مزعجه جدا. يعني بحاول اهرب ومش عارف اروح على فين لان كل الطرق بتبان مجهوله وموحشه. فضلت كده لحد ما وصلت لأسوأ مرحله في حياتي، اللي هو انا بجد مش قادر انزل اروح الكليه اصلا. وساعتها قررت ان انا لازم احول، وقررت اني احول على كليه اعلام. وفعلا قدمت ورقه تحويل حتى يمكن قبل ما باب التحويلات يفتح. اخذوا رقمي وقالوا لي التحويل كده هيتم مع بدايه السنه الدراسيه، فتقدر تيجي مع السنه الدراسيه الجديده وتدخل كليه اعلام. مع بدايه السنه الدراسيه بس مش في اولها على طول، رحت الجامعه ورحت مكتب التحويلات عشان اتفاجئ ان التحويل اترفض. قالوا لي اصل كان في ختم على ورقه معينه مش واضح. طب انتوا واخدين رقمي ليه ما اتصلتوش بيا؟ اصل التليفون عطلان. طب ايه الحل؟ ممكن تروح كليه اعلام وتطلب منهم يقبلوا الورق، لو وافقوا ساعتها التحويل هيتم. رحت كليه اعلام ومن مكتب لمكتب، فدخلت العميد كليه اعلام، مش فاكر اسمه بالظبط بس مخي بيقول لي انه اسمه المستكاوي. معرفش ده اسم مخي اخترعه عشان كنت متضايق من الراجل ده وقتها ولا هو فعلا اسمه كده. دخلت العميد وشرحت له ان انا بحول بعد 3 سنين دراسه في كليه تانية واني عايز ادخل كليه اعلام. فقال لي انا ما عنديش كاباسيتي اخد حد او طالب جديد، فمش هينفع اقبل طلب التحويل ده. فقلت له يعني ايه الحل؟ قال لي يعني تجي لنا السنه الجايه. وكانت اول مره اسمع فيها جمله فوت علينا السنه الجايه، يعني ما كنتش متخيل وجودها في الحياه، ما كنتش مستوعب يعني ايه التحويل ما تمش وباب التحويلات كمان قفل وعشان ختم. ما كنتش عارف انا بعد 3 سنين دراسه في كليه وعايز ابتدي من الصفر في كليه تانية، ودلوقتي حتى الكليه التانية دي مش لاقيها، يعني حتى الصفر اللي عايز ابتدي منه رافض وبيقول لي استنى سنه كمان. وكنت كمان حرقت كل المراكب اللي فاتت، ده انا ماشي من الكليه ومتخانق مع كل الناس وخلاص في البيت انا لازم هحول وعملت كل حاجه، فهعمل ايه دلوقتي؟ كنت نازل حزين وتايه ومحبط. وانا واقف قدام كليه اعلام لقيت مظاهره ضد العميد ده، طبعا شاركت فيها، انا معاكم وضده. ولما عرفت الاسباب اكتشفت ان عندهم مشاكل مع المناهج، مع طريقه التدريس، كانت مشاكل كبيره الحقيقه. اتعرفت على كام حد فبدانا نتكلم، سالوني هو انت ايه مشكلتك؟ حكيت لهم فقالوا لي طيب ليه ما حولتش سياسه واقتصاد؟ لو انت عايز تشتغل في الاعلام فرص خريجين السياسه والاقتصاد في الاعلام برضو موجوده وكبيره. وانا من البدايه كنت عايز سياسه واقتصاد بس اعرف عنها حاجات قليله قوي. اكتشفت كذا حد منهم كان مهتم جدا يدخل كليه سياسه واقتصاد بس فرقت معاه على درجه، على 1%، على حاجات بالشكل ده. وانا كنت خلاص عارف ان باب التحويلات اتقفل بس قررت اروح واجرب. رحت كليه سياسه واقتصاد ودخلت لمكتب العميده. لما بفكر في الموضوع ده دلوقتي بحسه غريب، يعني انك اصلا تفكر تدخل للعميده على طول وان العميده كمان توافق وتقعد معاك شيء غريب.
فجربت، رحت لمكتب العميده، ولما اتكلمت معاها شرحت لها موقفي. هي العميده وقتها كانت الدكتور هاله السعيد اللي هي بقت وزيره الدوله للتخطيط فيما بعد. منتهى اللطف سمعتني وفهمت الموقف اللي انا موجود فيه، وبدات كمان تشرح لي عن الكليه واقسامها، تقول لي عندنا قسم علوم سياسيه وقسم اقتصاد وقسم احصاء، وانت مهتم بايه. بدانا نتكلم رغم ان باب التحويل كان اتقفل. مش بس باب التحويل كان اتقفل، ده كمان هم عندهم اكبر من العدد اللي قبلوه وموجودين على ويتنج ليست. بس هي فكرت وتفهمت الموقف بتاعي، فقالت لي انا ما اقدرش اقبلك لوحدك، بس انا عشان اساعدك هقبل كل الطلبه اللي موجودين على الويتنج ليست. روح وقدم الورق بتاعك دلوقتي لمكتب التحويلات وقول لهم يبعتوا كل الويتنج ليست واحنا هنقبلها. وفعلا عملت كده، واخدت 4 سنين دراسيه في كليه سياسه واقتصاد، واتخرجت من هناك قسم علوم سياسيه. ولما رحت هناك انا كنت مبسوط جدا بالكليه، مبسوط وحابب الدكاتره وحابب التعليم، حابب اللي بدرسه. بس بالمناسبه انا ما كنتش عارف برضه بالتفصيل او بكل وضوح هو انا بعد التخرج هشتغل ايه. خليني اعرف ان المجهول مش مخيف بالشكل اللي انا متخيله، وانه مش لازم ابقى عارف كل خطوه بالتفصيل، مش لازم ابقى عارف كل اللي جاي هيحصل فيه ايه، لانه اصلا محدش عارف. بس الواحد عشان بيتصور وهو في سن صغير ان لازم يبقى عارف كل حاجه وعنده خوف من المجهول ده، فما بيقدرش يتخيل ان هو عنده قدره انه يروح ويخبط على ابواب ويكتشفها. الدنيا حركت الاحداث بشكل معين، فكانت مسارات مختلفه ممكن امشي فيها. كان مسار منهم ان انا اكمل في طب بيطري، كان زماني ممكن بشتغل دكتور عادي وبتحرك في الحياه. مسار تاني كان ان تحويل كليه اعلام يتقبل، فابقى خريج اعلام وبدور على حاجه ليها علاقه بده. سياسه واقتصاد فتحت لي بابها وحبيت الكليه ودرستها. جوه سياسه واقتصاد كان عندي مسارات شغل مختلفه، واصلا فتره الجامعه اشتغلت في حاجات مالهاش علاقه بدراستي. بعد الجامعه دلوقتي بشتغل في منظمه دوليه بتشتغل على التنميه، وده مش الاختيار الوحيد او مش المسار الوحيد. عادي كلنا بنكتشف وبنجرب وبنكمل، مش كلنا عايزين نفس الحاجه، فطبيعي طرقنا تختلف ومعاييرنا وحساباتنا تختلف. المهم انك ما تكونش ماشي على الخريطه بتاعتي عشان توصل لحاجه بتاعتك. فلو انت في بدايه حياتك وحاسس انك تايه، حاسس انك خايف او متوتر ومش مرتاح عشان مش عارف هو اللي جاي فيه ايه، بحب اقول لك ان ده الطبيعي، وان محدش عارف الغيب، محدش عارف النصيب هيودي لي فين. هو كان مين يعرف ان انا بعد 3 سنين دراسه في كليه ما هقرر اغيرها، واني لما اقرر اغيرها هعمل تحويل على كليه اعلام ومش هتقبل عشان خدمه، واني لما اروح اتكلم مع عميد كليه اعلام هيضايقني وهخرج من المقابله دي متضايق ومخنوق، فلاقي مظاهره ضده فقرر اشارك فيها. وانا بشارك فيها اتعرف على ناس فنتكلم عن سياسه واقتصاد، فقرر اجرب رغم ان باب التحويلات اتقفل ان انا اروح الكليه. ولما اروح الكليه العميده توافق تقعد معايا، مش بس توافق تقعد معايا وتشرح لي الاقسام ونتكلم، لا دي كمان تفتح باب التحويلات او تقبل كل اللي على الويتنج ليست. ما كانش حد عارف. انت بتجرب حاجات بتظبط وحاجات لا، بتجرب حاجات بتعجبك فبتكمل فيها، وحاجات لا فبتقرر تغيرها. وانه مفيش سيناريو واحد او اختيار وحيد انت لازم تعرفه، مفيش اجابه واحده صح، في اجابات. الحياه مش معادله واحده صح، الحياه ملايين المعادلات. صفحه بيضاء ممكن تكتب فيها اللي انت عايزه، تكتشف، تحاول تجرب، تمشي في الدنيا عشان تكتشف نفسك وتكتشف انت عايز اصلا ايه. وبعد ما تكتشف ايه الطرق اللي هتوديك ليه، ايه الطرق مش الطريق الوحيد. فالحياه فعلا واسعه، مش حته واحده. في النهايه شيء حلو ان يكون عندك خطه، بس الاحلى انك تكون قادر تحلم وقادر تعرف ان الخطه مش هتمشي بالظبط زي ما انت عايزها، وان في مساحات كبيره قوي للارتجال وللاكتشاف. واخيرا بالنسبه لسؤال انت ضيعت 3 سنين من عمرك، المشكله ما كانتش في اجابه السؤال، المشكله انه اصلا ما كانش سؤال. دي كانت جمله خبريه كانها ناراتيف. عارف لو تخيلت ان حياتك فيلم وفي راوي مع الفيلم بيحكي الاحداث وبيوصفها، ساعات في جمل بتجيلك من الاخرين بنفس الهدف، بيوصف هو المشهد اللي هو شايفه، هو شايف وتفسيره هو المشهد ده ان دي 3 سنين هتضيع، بس ده تفسيره هو، دي قرايته هو الاحداث من بره الفيلم. انما انت اللي عايشه، دي قصتك انت، ما ينفعش حد غيرك يحط لها ناراتيف. ودايما الناراتيف او الوصف اللي انت بتوصفه لحياتك وهي بتحصل بيفرق معاك، بيفرق في استقبالك انت ليها. تخيل ان فتره من فترات حياتك وكنت كناراتيف او كراوي بتحكي المشهد وبتقول ان انا دلوقتي تايه ومتخبط ومش عارف هروح فين ومش لاقي مكان اروحه ومش عارف اللي جاي من المستقبل. دي روايه. او يكون عندك روايه تانية انه انا في الفتره دي عايش حياتي، بكتشف، بجرب، بستمتع بحاجات جديده، بتعرف على الدنيا وعلى العالم. دي روايه ودي روايه. في روايه هتحسسك ان انت ضايع وان دي نهايه العالم وان دي اخر حاجه، في روايه تانية هتحسسك انه الدنيا ماشيه وانك ممكن تلاقي حاجه احسن. وبقول ان هي روايات عشان هي فعلا روايات، ولا حاجه منهم هي مصير نهائي. والوقت اللي انت بتحس انك تايه فيه ممكن يبقى بدايه لحاجه جديده. انت اصلا بتحس انك تايه عشان متصور انك متاخر على حاجه، لكنك مش متاخر على حاجه. مفيش حاجه معينه ليها ديدلاين فايتك، انت لسه معاك الوقت. ولو انت في طريق طويل
وتهت خلال الرحله ساعه ولا ساعتين، ساعه ساعتين بالقياس على عمر الرحله مش حاجه، سنه سنتين بالقياس على الحياه مش حاجه. تقدر عادي ترجع للطريق وتبتدي وتكمل وتوصل للحاجه اللي عايز توصل لها ايا كان هي ايه. وبما اننا وصلنا هنا وانت بقيت عارف جزء كبير من حكايتي، فانا حاسس ان ينفع اقول لك ان انا مبسوط اني صورت وانا بنص كوبايه الشاي، اني حتى ما كملتهاش، خدت القرار وصورت على طول. مع اني كان مخي بيقول لي انه اصل انت صورت خلاص، واصل الثانيه كانت بشكل مختلف، واصلك كنت لابس حاجه ثانيه. ما اعرفش ليه الليميتيشنز دي بنحطها لنفسنا. عادي، انا راجع من الشغل افتكرت حاجه عايز اقولها، ليه تقف في زوري وافضل حاسس ان انا كنت عايز اقولها؟ اديني سجلت وصورت وقلتها لك وهمشي.